السلام عليكم يا حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبخير. جالكم بقى النهارده فيديو جديد. قبل ما ندخل الفيديو بتاعنا تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قولوا لي بقى انتوا عاملين ايه في الحر اللي احنا فيه ده ووضعكم ايه بالظبط؟ خلصانين كده من الحر يعني زينا كده زي حالتنا، ولا احنا بس اللي الموضوع مؤثر فينا ولا ايه؟ جو بجد صعب قوي. انا مش عارفه انا صورت الفيديو اصلا ازاي. بقى لي فتره ما صورتش، حوالي 10 ايام. كل الفيديوهات اللي كانت بتنزل الفتره الاخيره دي كانت متصورة من قبل كده، كنت مصوراها من فترة كده ومحملاها عندي على التليفون فانا النهاردة اول مرة بقى ان انا اصور من بعد ارتفاع درجات الحرارة. بجد الموضوع متعب جدا. وهنا بدأت معاكم بأوضة النوم زي ما انتم شايفين. مش هعمل حاجة فيها غير بس ان المراية بتاعت الدولاب كده ملطشة زي ما انتم شايفين، كنت بوريها لكم. فانا كان ملمع الازاز خلصان من عندي، وكل ما بلمعها بحاجة تانية بتغير، فانا سبتها بحالتها كده على ما بعت بقى حد جاب لي. يعني كنت مستنيه لما انزل انا اجيب، ولما لقيت نفسي الموضوع كده مطول معايا ومش هنزل بقى دلوقتي، يعني حاسه ان انا كده مش في احسن حالاتي ومرهقه والحر مفرهدني كده. فبعت حد من الولاد جاب لي، فبدات ان انا المع كده وانا بلبس لسه. يعني قبل ما ابدا في الروتين في اي حاجه بدات بالمرايه الاول، لان شكلها اصلا كان معصبني وهي ملطشه كده وكان شكلها وحش. هعمل بقى كمان مراية التسريحة، لان هي برضو كمان نفس الحالة كده بتاعت المراية بتاعت الدولاب، وكان شكلها بجد بشع يعني. عايزه اقول بقى لحبايبي الحلوين بقى اللي بيشوفوني دلوقتي، ما تنسوش تحطوا لي بقى لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع. وكمان حابه اشكر الناس الجديده اللي دخلت عندي وشرفتني طبعا. بقول لكم نورتوا القناه ونورتوني، ويا رب دايما كده ايه موجودين مع بعض، ودايما كده سانديني، او دايما كده في ظهري، او دايما كده بتعلوا لي الفيديوهات. المرايه التانية كمان شكلها بصوا نفس الكلام يعني. شكلها برضو مش الطف حاجه، فانا قلت هلمعها الاول قبل ما اخرج من الاوضه. طب ثواني بقى الاذان هيخلص وهرجع له. رجعت لكم تاني بقى. زي ما انتم شايفين كده برضو هخلص المرايه كمان دي المعها عشان اخرج بقى من الاوضه، عشان عندي بقى المطبخ ايه حالته حاله هتشوفوه معايا دلوقتي. امبارح كان عندنا عزومه، مش عزومه قوي يعني. اخت جوزي كانت عندنا، فطبعا لازم بقى نعمل معاها الواجب. فالدنيا كانت مكركبه عندي امبارح، فحاولت كده الم الدنيا على قد ما اقدر، وروقت المطبخ برضو. بس كان في بقى بواقي يعني مثلا زي البوتاجاز او الحاجات اللي زي كده. التلاجة كانت برضو محتاجة ان هي تتلمع. كانت مبصمة كده من بره، فكانت برضو محتاجة ان هي تتلمع. فبرضو كان عشان ملمع الازاز خلصان هو ده السبب في كل المعاناة اللي انا فيها دي. يبقوا فكروني اجيب ملمع ازاز تاني اخليه عندي لمعت كمان التلاجة ودخلت بقى على المطبخ. عندي شوية مواعين بتوع الفطار، انا كنت يعني مكانش عندي مواعين بايتة يعني. عندي شوية مواعين بقى بتوع الفطار، هبدأ ان انا اغسلهم. كمان عندي كارثة في المطبخ كمان، ان الصرف بتاع الحوض مكتوم ومش عارفة مش عارفة اسلكه. يعني حاولنا ان احنا نظبطه ما عرفناش، كلمنا سباك فالسباك لسه ما جاش. فبصوا الموضوع ده اصلا في حد ذاته عامل لي قرف، ويعني مش عارفه اغسل كده الحاجه براحتي، ومش عارفه اتعامل. الصرف بقى لو حتى طبق كده، لو الطبق الازرق الكبير اللي هناك البلاستيك ده، بغسل بقى لو عايزه اغسل حاجه بغسل الميه تنزل فيه، وبعد كده اشيله بقى اكبه بقى في الحمام وهكذا. فالموضوع مش الطف حاجه يعني. انا بحب اغسل كده وبلبط واعمل، مش واخده ان انا اغسل بقى ايه الحاجه بقى، هدي الميه واغسل بقى بحساب والكلام ده يعني. حاسه برضو ان الموضوع مش لطيف كده، ودي حاجه خانقاني اصلا من امبارح، بالاضافه بقى للحر كمان يعني. عندي بقى يعني حاجات مش كتير، كم طبق كده مكان ما كنت بحضر الفطار للولاد، وكمان الكوبايات وازازه ميه مش عارفه ايه، شويه حاجات بسيطه كده.
وهنا بقى شايفين انا بغسل بحساب. مهديه الحنفيه او كنت مطفياها اصلا. بغسل بقى الحاجه كلها وارجع اشطف مره واحده، انما الاول كنت بغسل وبشطف وبوقع وعايشه حياتي كده يعني. فالواحد مبحسش بالحاجه غير بعد ما تروح من ايده بجد. انا مش عارفه بقى ان انا اتصرف في موضوع الحوض ده ازاي. هي الكتمه اللي فيه مش في البلاعه اللي تحت الحوض، هي في الحيطه كده. مش عارفه الكوع اللي هو في الحيطه ده. فانا يعني مش عارفه اوصل للسبب لحد دلوقتي. وكمان جوزي مش هنا، كان ممكن هو هيتصرف ويجيب اي حد. فابني بقى قعد يحاول كده، فما لقى الموضوع مش نافع. فزي ما بقولكوا كده مستنيين بقى السباك، ربنا يهدي كده ويجي. هنا بقى انا بدات اتوتر، يعني انتوا لو ملاحظين ان انا خلاص كده بدات اتوتر. المطبخ حر جدا، النقاب ده عامل لي كتمه نفس. بصوا الدنيا بايظه يعني. كمان بقى الكهرباء متوصية بنا الأيام دي، وبقت بتقطع 3 ساعات، من 3 ل6. يعني نص اليوم طاير كده. عبال ما نصحى من النوم نلاقي النور خلاص قطع، فما نعرفش نعمل أي حاجة، واليوم بيضيع بقى على كده وخلاص. وكمان بتقطع في الوقت اللي خلاص الجو فيه هيولع. فأنا مش عارفة بصراحة احنا هنستحمل ازاي لسه كمان شهر 7. الله يكون في عوننا جميعا يعني. اصلا كل الناس متأذية من موضوع الكهرباء بسبب الحر، انما لو ما فيش حر كان الموضوع شوية عادي يعني. ممكن نتقبله عادي، لكن الوضع صعب بجد. هنا البوتاجاز بقى مبهدل شوية. هو انا كنت غسلاه قبل موضوع العزومة ده حوالي بيوم ولا حاجة، بس هو دلوقتي عليه طرطشة زيوت مكان التحمير والحاجات دي. فهو محتاج ان هو يتنضف، خصوصا بقى ان انا النهارده مش هعمل اكل عليه. فانا استغليت بقى وقلت لازم اغسله. يعني ما كنتش قادرة ان انا اغسله يومها، فقلت خليه تاني يوم اللي هو النهاردة، الوقت اللي انا بصور فيه ده، وهغسله كده زي ما انتوا شايفين. انا بغسل بقى الحوامل وهي على البوتاجاز كده بالمرة، ده بيسهل كده معايا. كل ما اغسل البوتاجاز بغسل الحوامل كده وهي عليه، وبعدين اشطفه بقى تحت الحوض وكده. ما بشيلهاش اغسلها على الحوض، بحس ان هي كده اسهل يعني. غسلتها بقى كلها، هشيلها بقى على الحوض هناك عشان ابقى اشطفها. وهنا مش عارفه ليه المقطع ده الاضاءه اتغيرت فيه، عشان التليفون وقع من الستاند وهو بيصور، فتقريبا الكاميرا كانت عايزه تتمسح ولا حاجه وانا مخدتش بالي. وهنا خلاص كنت غسلت بقى البوتاجاز ولميت الصابون اللي عليه كده، وبفوطه مبلوله كده بشيل برضو اي رواسب. وفي الاخر همسح بفوطه ناشفه خالص ما يكونش فيها اي ميه عشان المع بقى. قلت الوقت بقى اللي الحوامل بتنشف فيه او بتصفي ميتها. عندي بقى شويه برتقان كده، كانت اخت جوزي كانت جايباهم برضو. فانا قلت بقى بدل ما هما مش هيتاكلوا او الجو حر وكده، بدل ما احطهم بقى يسحموا لي التلاجة، فاحسن حاجه ان هما تعملوا عصير. ده اصلا البرتقان بتاع العصير. بدأت ان انا اقشرهم كده. طبعا هما كانوا اكتر من كده، بس سلمى بقى راحة جاية عليه. راحة جاية عليه. فانا قلت اعملهم بقى عصير احسن. وعصير البرتقال ده بقى اصلا بيبقى تحفة، خصوصا في الجو الحر ده بقى. يعني عصير البرتقال ده في حتة تانية، انا عن نفسي بحبه. بكتر عليه بقى ليمون كده، بصوا بيبقى فظيع. بس يكون ساقع قوي، يعني يكون مشبر كده، تشربيه تحسي بانتعاش على طول. قشرت بقى الكمية كلها، هلم بس القشر كده عشان انضف المكان. وابدأ بقى ان انا اقطعه واشيله بقى في اكياس وعلى الفريزر بقى يبقى جاهز معايا. اطلعه بقى هو بتلج كده نص تتليجة، اسيبه يفك حاجة بسيطة، وعلى الخلاط يتفرم بقى بالتلج اللي فيه كده ويتصفى ويتشرب.
واو، مش قادره اقول لكم بيبقى منعش ازاي يعني. لما بطلعه انا عصره ما بسيبوش ان هو يفك للاخر، لا مجرد بس يفك حاجه بسيطه قوي، وكده كده لما نحط عليه الميه واحنا بنعصره هيفك تاني، بس بيبقى فظيع. فانا هنا قطعت كميه بقى، قطعته طرنشات كده، انا كنت عايزه افصصه بس هو عشان في ميه كتير فلما بفصصه كده بيتهري ومبقاش حلو، فانا قطعته شرايح كده بالسكينه كده اسهل يعني. وعملتهم على كيسين، هما كانوا المفروض على 3 والله، بس انا لما بعمل عصير برتقال بحب اعمل كميه كبيره، فانا عملتهم على كيسين مش على 3. وده الكيس التاني بقى هبدأ ان انا اعبيه. كنت بعبي كده اول باول علشان اشوف هيتبقى معايا كيس تالت ولا لا. فانا عبيت كيسين وكان فاضل معايا 3 برتقانات، ال3 دول مش هيعملوا مره ان انا اعصرهم يعني اعملهم عصير، فانا قطعتهم ووزعتهم على الكيسين التانيين. بنشف بقى بالفوطه كده لو في اي حاجه وقعت على الرخامه ولا حاجه، وهبدا بقى ان انا ابططهم كده في الكيس واجهزهم بقى ان انا ادخلهم بالفريزر زي ما انتم شايفين كده. محبش اربط الكيس كده، بتبقى الحاجه مكلكعه فيه واخده مكان، انما يكونوا متبططين كده بيبقوا احسن، بلفهم بقى رول كده بيبقوا كده اسهل يعني. وهنا البوتاجاز بتاعي بقى بعد ما نشفته ولمعته كويس بفوطه ناشفه طبعا، الحوامل كانت نشفت كمان، بدات بقى ان انا اركبها عشان عايزه اعمل بقى كوبايه قهوه، لان انا كده خلاص كنت فصلت. انا بقى اظبط الحوامل كده مكانها، وهبدا. شايفين بقى شكل البوتاجاز تحفه كده، فتح نفسي كده، انا نفسي اتفتحت بقى لان اكتر حاجه بتخنقني البوتاجاز. هنا بوريكم ان دي مش بقى عليه، دي بس كانت في نقطتين ميه كده لسه ما نشفوش. وهنا جيت اعمل كوبايه القهوه بقى، والبن خلصانه. اكتشفت يعني مع اني بعمل قهوه كل يوم بس مش عارفه ليه ما خدتش بالي ان القهوه خلصت، فالحبه اللي كانوا متبقيين دول عملوا لي الكوبايه دي، فكروني اجيب قهوه. هعملها بقى وبعد كده ابعت اجيب، لان القهوه دي حاجه اساسيه في يومي يعني، لازم 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 كوبايه القهوه دي عشان بتفرق كده معايا. فهنا بقى قلت اما افتح نفسي يعني. فانا جايبه الورديه دي جنب كوبايه القهوه عشان يعني قال يعني بغير في المود يعني. مين فيكم بقى بيحب يشرب القهوه في كوبايه مش في فنجان؟ انا بحب اشربها في كوبايه، جوزي بيشربها في فنجان. بس انا مصره يعني وما بتنزلش، لازم اشربها في كوبايه. شايفين بقى شكلها ولا ريحتها بقى؟ بصوا فظيعه. عايزه اقول لكم انا لو شفت حد بيعمل قهوه، حتى لو انا ما عنديش مزاج اشرب قهوه او مش كانت الموضوع طالب معايا، لو شفت حد بقى بيشرب قهوه بيعمل قهوه زي كده والوش بتاع القهوه بقى باين وكده، تلاقيني جاري قمت اعمل قهوه يعني. حسيت ان عايزه اشرب قهوه انا كمان مش عارفه ليه. حتى لو انا من قبلها ما كانش ليا مزاج ان انا اشرب، بس هي كده بشوف القهوه بضعف. وبس كده يا حلوين، هشرب بقى انا كوبايه القهوه كده بمزاج، واعمل لكم بقى مونتاج للفيديو. ما تنسوش تحطوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، وشجعوني عشان اعمل فيديوهات كتير في الجو الصعب اللي احنا فيه ده، عشان اغلب الوقت اصلا بكسل ان انا اصور. ويلا بقى اشوفكم فيديو جديد، ومع السلامه.